السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله العظيم جبرتوني مصدوم، والله العظيم لا مصدوم بالله، مصدوم بعد مني تأكدت على أن فعلا هذا الكلام هذايا راه قالو السيد الوزير، وزير التربية الوطنية. يا حسرة، وزير التربية الوطنية اللي خصو يشجع التعليم ويحاول ما أمكن أنه يعزز تكافؤ الفرص ما بين التلاميذ في جميع المدارس العمومية ديال المملكة المغربية. وزير التعليم كيقول لك خذوا ولادكم من المدرسة وديوها المدرسة أحسن وفتشوا على الأساتذة اللي أحسن. كارثة، والله العظيم لا كارثة بالله، فضيحة 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 بمعنى الكلمة. اتهام بعد أنا ما نكذبش عليكم، أنا بعد أستنكر هاد الخطاب هذايا، لأن كيمس بسمعة الأساتذة الأوليين اللي كتقول لي أنت أنا كاين أساتذة مزيانين وأساتذة ماشي مزيانين واللي تعينوا ماشي مزيانين. باش عرفتيها سيد الوزير؟ باش عرفتيها راه هذوك اللي كيتعينوا بعض المرات كيكونوا أكثر نشاط وحيوية من الناس اللي قداو سنين في القسم، تقدر تلقاهم أكثر حيوية وأكثر نشاط. علاش تخرج هاد الهضرة هادي؟ علاش هاد الهضرة هادي تخرجها وتقولها؟ علاش انت اللي مفروض انك تكون انت الوزير، انت اللي كتدافع على الطبقه العامله اللي في هذا الميدان هذايا، انت اللي المفروض انك توقف، انت اللي المفروض انك تدعمهم وتساندهم، ماشي كتقول هذا الكلام. كاين اساتذه مزيانين واساتذه ماشي مزيانين، كاين مؤسسات مزيانين ومؤسسات ماشي مزيانين، كتضرب في المدرسه العموميه بواحد الطريقه ما تصورش. عمر شي وزير ما قال هذه الهضره هذه نهائيا، ولا شي وزير قال على ان كاينين مدارس مزيانه ومدارس ماشي مزيانه. ما كايناش هذه في القاموس كاع نهائيا، ما كاينش مدارس مزيانه ومدارس ماشي مزيانه، ما كاينش اساتذه مزيانين واساتذه ماشي مزيانين. هذه ما كايناش عندنا، ما كايناش عندنا السيد الوزير. دابا واش غادي نقول لك؟ واحد الخطاب وجهتي، واحد الكلام لا علاقه له بالتعليم نهائيا. ضريتي المدرسه العموميه اكثر ما انت ضريتيها. وخصك تعرف واحد القضيه، خصك تعرف واحد القضيه مهمه بزاف، ما عرفتش واش عارفه ولا كيكذبوا عليك ولا شي حاجه. راه حنا كنهزوا ولادنا من مدرسه الرياضه ونديهم مدارس واحده اخرى ما فيهاش مدارس الرياضه. انا شخصيا هديت ولادي من العمومي وديتهم للخاص، لان جبرت على ان في العمومي المدارس الرياضيه حتى المقررات 3 شهور لحد الان باقي ما عندهم شي مقررات. راه كاين ناس ما عندهمش المقررات، باقي ما جبروش المقررات باش يقراو، فهمتيني؟ مدارس الرياضه مدارس فاشله لانكم ما استشرتوش، ما تشاورتوش مع الاساتذه، ما دخلتوهمش كشركاء في العمليه. رجال التعليم خليتهم هكاك، غاجيتو وطبقتوا عليهم. دابا اخر خبر عندك دابا، ها المفتشين حتى هما ولاو يهربوا من هذه السفينه ديال الرياضه. فاشل. وانت كتقول للناس ديو ولادكم، والناس كيهربوا منا، انت كتقول لهم ديو ولادكم. مشروع فاشل، ما بقاش عاد تحمق راسك، صافي خصك توقف هذا المشروع، خصك يتوقف. رجع الامور للنصاب ديالها كما كانت، وديك الساعه ملي تبغي تعمل شي حاجه اصلاحيه ولا شي حاجه تحسن المستوى، اجي جلس مع الناس اللي العاملين في الميدان، اجي نزل لارض الواقع ومشي عند الناس وجلس معاهم وهضر معاهم، ومشي عند رجال التعليم وجلس مع هذا وجلس مع هذا فهمتيني؟ ما فيك ما تجلس كلف ناس، كلف لجان يمشيو يبحثوا ويمشيو يسقسيو ويمشيو يتحراو الامر، وما يبقاوش غير في المدن، يدوزوا البوادي ويشوفوا كيفاش نرفعوا المستوى ديال التعليم وكيفاش نعزوا المدرسه العموميه. اما هادشي اللي كتقول انت، هادشي السيد الوزير اللي كتقول هادشي راه كيضر المدرسه العموميه وكيشجع المدارس الخصوصيه. بكل صراحه ما فيها لا هذه لا هذه. للاسف الشديد والله العظيم، للاسف الشديد ما كنتش كنتصور على ان هادشي اللي قلتي راه صحيح، لدرجه ان ما تيقش ان هذا الكلام. خفت عندك يكون غير شي حاجه، شي مونتاج ولا شي حاجه تاخر على انه فعلا كلام خرج من عندك كلام صحيح. للاسف الشديد كنتاسف على الكلام اللي خرج، وهذا اللي كيضرب المصداقيه ديال رجال التعليم وكيضرب المصداقيه ديال المدرسه العموميه. بالاساس كيضرب مصداقيه، لان المعايير ديال مزيان وماشي مزيان هذه معايير ما عرفتش علاش سنتي اصلا. وزيدون ملي كتفرق ما بين المؤسسات ما عرفتش على اي اساس كتفرق، وعلاش اصلا غتفرق. علاش الناس كيخدموا كل واحد وكيخدم، كل واحد كيعمل المجهود ديالو. علاش جي انت تقول هذا احسن وهذا احسن ومشيو عند الاحسن؟ ايوا الا مشينا عند اللي احسن، هذاك اللي ماشي احسن شنو غنعملوا له؟ غنخليوه نشدوه ونبيعوا ديك المدرسه؟ هادشي اللي خصك واقيلا، ياك خصك غنشدوه ونبيعوا ديك المدرسه للخصوصيه؟ هادشي اللي خصك واقيلا، هادشي اللي كتفتش عليه. واش هذه خطوه لتعزيز الهروب للمدارس الخصوصيه؟ هادشي اللي كيبان لي انايا لحد الان، هادشي اللي كيبان لي.
للاسف الشديد السيد الوزير، الخرجه هذه اللي خرجتي خاطئه بزاف بزاف بزاف، وضرب للتعليم وضرب للمدرسه العموميه. والسلام عليكم وللاسف الشديد.